لذلك ربنا بيقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ عاملة المحب. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. يا رب تكونوا جميعا بخير في أحسن حال، اللهم أمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. بصوا، انا الفيديو ده انا مصوراه من فترة، مش عارفة كل ما اجي اسجله يحصل حاجة وما يكملش، فاتمنى الفيديو بتاعي النهارده ينال اعجابكم، وما تنسونيش من اللايك، ولو انت لسه مش ما اشتركتيش اضغطي على الزر بقى اللي تحت الفيديو اشتركي، وبجد هتنوريني وتشرفيني في بيت المتواضع. فاهلا وسهلا بكم جميعا، ويلا بينا على الروتين بتاعنا. قبل ما نعمل الروتين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده اللي هلت علينا، وكمان شهر رجب، كل سنه وانتم طيبين، ينعاد الايام عليكم بالخير والفرح والهنا والسعاده، وان شاء الله كده يا رب يا رب ربنا يبلغنا رمضان واحنا جميعا في احسن حال. يلا بقى بينا على الروتين بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، انا قمت، كان ولادي نزلوا المدارس بتاعتهم، وخلصت الروتين بتاعي اليومي في البيت، ودخلت على المطبخ. كان عندي شويه حاجات بقى، ما كان الفطار وحاجات من بالليل خلصتها، ودخلت على الدش. قلت بما ان خلاص كله بقى عمل شعره، واللي زي ما انتم عارفين الحاجات بتاعت الولاد الصبح، فدخلت رجعت كل حاجه في اماكنها، وعملت الروتين اليومي بتاعي. الروتين اليومي بتاعي ده في الدش بعمل ايه؟ ان كان عندي غسيل في الغساله بخرجه زي ما انتم شايفين كده، وده حالي يا بنات في الشتاء. في الشتاء لازم هتلاقي كل حاجه، في كل اوضه عندي غسيل، في كل اوضه عندي منشر. فخرجتهم وحطيتهم هنا في الاوضه دي، لان كان عندي في اوضه بنتي كنت حاطه منشر هناك كبير، فحطيت الغسيل هنا. وكان عندي ومعايا فوطه نشفت الغساله بتاعتي كويس جدا، لان كنت عامله فيها الروتين الشهري قبلها بيوم. فكنت كانت نظيفة، فجبت فوطة كده، عايزة غسالتك تكون ريحتها حلوة، خلي عندك فوطة كده خاصة بالجلدة بتاعة الغسالة، تنشفيها كل ما تطلعي منها دورة الغسيل، نشفيها وسيبي الجلدة بتاعتك ناشفة، وسيبي باب الغسالة مفتوح شوية كده تتهوى. وكمان لو بتستعملي مسحوق بودر، شيلي العلبة بتاعة اللي بتحطي فيها المسحوق، واغسليها كويس جدا، هتفضل نظيفة معاكي. كل فترة هتعملها بس دورة خل، وهتكون زي الفل. وغسلت الحوض والمرايات. ما كان الولاد طبعا، انتوا عارفين الولاد الصبح وبالذات الشباب بقى والشعر وما ادراكوا، فربنا المستعان. خلصت الحمد لله. قلت بقى عشان ما اقعدش ادخل بقى الدش، خلاص انا كده خلصت الروتين بتاعي فيه، وعملت فطار شاي وبيض. واللبنه دي يا بنات انا عاملاها في البيت، هي والبتنجان المكدوس السريع على طريقه الشيف عمر، كنت شفته وعملته تحفه. وعيش طبعا انا عاملاه في البيت، اغلبيه الفطار ده معمول في البيت. فبجد فطرنا الحمد لله فطر حلو كده الصبح، علشان بقى كان ورانا شغل كتير، ونزلت رحت الجنينه بتاعتي. هي دي المساحه يا بنات، لان في ناس مفكره ان هي جنينه كبيره، لا هي عباره عن حوض. هي دي الحوض بتاع الزرع، بس انا بقول عليها جنينه، انا شايفاها جنينه. ف كان بقالي فترة كبيرة من أول الخريف وأنا ما نضفتهاش بصراحة. وكنت زارعة ما فيها جزر زي ما انتوا شايفين، وزارعة خس، وزارعة كنت زارعة ايه، وزارعة جرجير وفجل، وكنت زارعة كمان سبانخ، طلعت كده صغنطوطة والله، كانت طرية وشكلها حلو دي. وطبعا كل الباقي ده اعشاب ضاره، المفروض بتتشال، ما بتكبرش كده، المفروض وهي صغيره بتتشال، علشان ما تمتصش الغذاء اللي انت حطاه في الارض، عشان لما تزرعي نباتات تانية تكبر كده على، ودي يعني ما تستهلكش الغذاء اللي موجود في الارض بتاعتك. فانا بقى خلاص كده صراحه يعني، دي انا كنت بصراحه عاملاه قبل السنه الجديده ما تهل علينا يعني. رحت نضفتها، وقلت تتهوى الارض شويه علشان ان شاء الله الزرع الجديد بقى. خلاص بما ان الشجره اصلا اللي جنب الزرع، جنب الحوض الزرع ده ما فيش فيها اي ورق شجر، خلاص كله وقع منها، فقلت خلاص انضفها بقى واسيب الارض تتهوى كده وتتشمس، لو طلع شمس يعني تتشمس معانا. بس كده نضفتها، وما رحتش بصيت عليها تاني. اليوم اللي رحت ابص عليها تاني وقعت على ركبتي، فالحمد لله ما شفتش اصلا هي عامله ايه. حتى رحت عشان اشوف الزرع اللي انا زرعته الجديد، ما لحقتش اوصل لها يعني. الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله اما اتحسن وابقى كويسه وابقى انزل اشوفها. جيت على البيت،
بقى أعمل غدا النهارده هنعمل كبسة يا بنات، بس هاعملها على طريقتي. دي لحمة ضاني قطع كده جايباها يعني أنا قُلت للجزار يقطعها لي مكعبات، بس هو الراجل استصغر يعني، قطّعها لي مكعبات صغيرة جدًا، ودي بتكون حلوة كمان مع الرز. فأنا باحب أدّي اللحمة أي لحمة كده تشويحة الأول في معلقة من الزبدة أو السمنة مع معلقة من الزيت، اديتها تشويحة كده وصدمة الأول، وبعد كده أنزل عليها بالحاجات اللي أنا هاضيفها بعد كده. ولكن طبعًا يا بنات أنا كل واحدة فينا بتعمل الأكل بالطريقة اللي تريّح أسرتها أو الناس اللي هتاكل معاها. فأنا عندي في البيت ما بيحبوش التوابل القوية، يعني الليمون المجفف ده في البيت عندي طعمه مش مقبول في الأكل، ولا القرفة، وأغلبية التوابل كمان اللي هي القوية يعني. فأنا باضيف توابل عندي موجودة في البيت، باعمل الكبسة بس على طريقتي أنا بالتوابل بتاعتي. فأنا ضِفت هنا بصلة ومعلقة من التوم، وضِفت كمان يعني هُم 2 حبّايتين بس حبّهان و2 قرنفل بس، وضِفت شوية من الكاري وشوية من التوابل دي توابل لحمة كانت أختي جايباها لي بصراحة ريحتها حلوة عجبتني عندها، فربنا يبارك لي فيها يا رب، كانت هي جايباها لي مطحونة جاهزة يعني. هي قالت لي فيها زر ورد وحاجات كده كتير أنا نسيت، بس بصراحة ريحتها حلوة أوي. فأنا باضيفها على الأكل بتاعي، دي بيحبّوا طعم التوابل دي أكتر من توابل الكبسة والتوابل التقيلة. فأنا أمّا باعمل أي أكلة مثلًا برُز، كبسة أو برياني أو الحاجات دي كلّها، أنا باعملها على طريقتي بالتوابل بتاعتي اللي في البيت، والله بتكون حلوة وطعمها حلو زي الفل. أنتِ بقى عندِك توابل كبسة ضيفي، زي ما تحبّي. وحطيت هنا معلقة من الصلصة، حطينا هنا اللحمة شوّحناها مع معلقة سمنة ومعلقة زيت عشان تكون اللحمة عندِك طرية كمان لمّا تشوّحيها في معلقة سمنة. وبعد كده نزلت معاها بالبصلاية كبيرة أو بصلتين وسط مع معلقة من التوم، مع حبّايتين قرنفل، حبّايتين حبّهان وفصّين مستكة. وبعد كده نزلت بمعلقة من الصلصة بعد ما شوّحتهم كويس مع بعض، ونزلت هنا بعلبة طماطم، العلب بتاعة الليدل دي يا بنات خدتها في الخلاط ضربتها، وبعد كده نزلت على اللحمة بيها زي ما أنتم شايفين، مع التوابل بقى أي توابل الكبسة عندِك أو بتحبيها ضيفي، ضيفي بقى ليمون مجفف، عندِك ورق لورا ضيفي، اللي متوفر عندِك والمتاح واللي بتحبيه ضيفيه. بس يعني خلّيتهم يتسبكوا كده ويغلوا مع بعض بعد ما ضفت الطماطم، وبعد كده نزلت بالمَيّة السخنة وهاسيبها لحد ما تستوي معايا. بس كده هتستوي اللحمة بتاعتي وهانزل بالرز. أسهل من كده ما فيش، وأطعم من كده بجد كانت عسل، كان طعمها حلو جدًا، 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 وكانت خفيفة كمان. بس كده هاسيب اللحمة بقى تستوي، وتعالوا هنعمل أكتر حاجة بتطلب عندي في البيت وبتاخد مني وقت طويل، بس بصراحة ده على أصوله، على أصوله، أو على طريقة والدتي الله يرحمها كانت بتعمله لنا كده، وأنا صراحة باحبه بالطريقة دي. أنا باشوف الناس كتير بتعمله بطريقة مختلفة، بس أنا باحب أعمله بالطريقة اللي أنا اتعودت عليها، واللي أنا باحب إن أنا أعمله بيها. ما حبيتش الطريقة التانية بصراحة وما جربتهاش خالص. أنا هاعمل النهارده رز بلبن زي ما أنتم شايفين، بما إن معانا لبن هنعمل رز بلبن. أنا عندي هنا حوالي لتر ونص من اللبن، ضفت معاهم سكر، طبعًا حلاوة السكر ده كمية السكر دي ترجع لِك أنتِ على حسب ما تحبي، في ناس بتحب الحاجة مسكرة وفي ناس بتحب سكر خفيف، أنا عن نفسي باعمله سكر خفيف. وبس كده وقلبته لحد ما اللبن غلي والسكر داب كويس جدًا، بعد كده نزلت بكمية الرز. الكمية دي أنا حطيت لها حوالي نص كوباية رز، وهاقلب بقى. وتقعدي هنا تقلبي، 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 لحد ما الرز ينفش كده والنشا بتاعه يطلع، يستوي كويس جدًا، وكمان النشا بتاعه ينشي يخرج منه كده ويبدأ يربط معاكِ ويلف لوحده. لكن الناس اللي بتسلقه في مَيّة وبعد كده تضيفي اللبن والسكر وتضيفي النشا ده، أنا بصراحة ده ما باحسوش رز بلبن، أنا باحسه إن هو رز مسلوق في مَيّة. أنا باحب أعمله بالطريقة دي، دي طريقة والدتي يا بنات الله يرحمها، هي كانت بتعمله بالطريقة دي لينا دايمًا في البيت. هنسيبه بقى يغلي كده ويربط معانا، وهتشوفوا لمّا نيجي نغرفه. هنا بقى جنب الأكلة دي هتاكلوا إيه، بيحبوا حاجة اسمها سلطة الزبادي. فأنا عندي هنا زبادي يوناني، وعندي هنا حوالي جزرتين بشرتهم، وكمان هاضيف معاهم نعناع مجفف، أنا كنت مجففاه في البيت بدأ يخلص بصراحة. أنا كان عندي نعناع، بُصّوا لمّا باشتري نعناع وبيفضل عندي في التلاجة باخاف مثلًا لا يبوظ مني، فباقوم جاية عاملاه شايلاه من العود بتاعه وحاطاه على أي صينية عندي في المطبخ، يوم و2 تلاقيه نشف معاكِ، أو في الصالة من غير شمس ولا حاجة، أصلًا إحنا بنشغّل الدفاية البيت بيكون دافي فبينشف معاكِ بكل سهولة. ضِفت هنا رشة من الملح ورشة من النعناع. الملح طبعًا ده يا بنات الملح الخشن عندي في شطة، أنا باضيفهم مع بعض وباخلّيهم عندي كده على في علبة في جنب وباستعمل منهم
في المطحنة اللي بتطحن الملح. وكمان ضفت مع شوية من الكريمة كريمة الطبخ، ضفت شوية منها على الزبادي، خففتها شوية كده بيكون بتديها طعم غني كريمي كده، بيكون طعمها حلو جدا. هنا ضفنا الرز بتاعنا، ممكن تعمله برز بسمتي، حلو جدا. مش متوفر عندك على فكرة، اعملي بالرز لو بتستعملي السرنامي زي اللي انا بستعمله، ده فيه كمان بيكون طعمه حلو جدا معاه. طبعًا هي عايزة رز بسمتي، ولكن لو مش متوفر عندِك على فكرة ما تأجليش نفسِك، لو حابة تعملي وتجربي اعملي بالرز العادي وهتطلع تحفة، بس خلّي بالِك من كمية المَيّة بتاعتِك عشان ما تطلعش طرية. بس كده، ضفنا المَيّة وضبطنا الملح بتاعنا وهنسيبها لحد ما تتشرب وتنشف معانا. وده الرز اللي بلبن بتاعنا، أحلى رز بلبن. شايفين الوش بتاعه يا بنات بيكون كريمي. على فكرة الحتت اللي هي الصفرا دي من حواف الحلة كده لمّا باجي عليها اللبن، أنا باشيله كل شوية، فده الصفار من هنا. فانا بقول لكم يعني الصفار ده من حافه الحله كده لما بتكون عليها الطبقه دي. وشايفين الرز استوى كويس جدا، انا بسوي الرز كويس جدا 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 في اللبن لحد ما يخرج النشا اللي فيه وينش معايا، مش محتاج انك تضيفي له نشا، حتى لما تيجي تاكليه تلاقيه كريمي كده وطعمه حلو. ضفت هنا فانيليا، وضفت كمان معلقتين من القشطه. انت متوفر عندك قشطه من وش اللبن اللي بتستعمليها في البيت، دي اللي بتشيلها من على وش اللبن استعملي. مش متوفر عندك وعامله بلبن طازه وجاي من على طول من البيت يعني وبتستعمليه، مش محتاجه تضيفي لان هو في كل الدسم بتاعه. انما انا زودت قشطه عشان تزود دسمه الرز بلبن معايا. بس كده، ونبدا بقى نشيله من على النار ونغرفه في الاطباق. طبعا عاملاه في حله تيفال، فزي ما انتم شايفين كده هو مش لازق خالص، بس هي طبعا الحوافي هنا بتاعت الحله اللي بتكوم عليها لما بتتقل معاكي. وطبعًا بما إن أنا عندي ولادي لا بيحبوا المكسرات، الزبيب ولا الحاجات دي، بيحبوه سادة زي ما هو كده، أنا هاضيف لنفسي زبيب وجوز الهند. أنا باحبه بالزبيب وجوز الهند، فهاضيف لنفسي أنا، واللي عايز ياكل سادة براحته. ما تحرميش نفسِك من حاجة، اللي نفسِك فيه بدل أنتِ اللي بتعملي، اعمليه لنفسِك. بس كده، كده الحلو بتاعنا خلص. هنعمل هنا إيه، هنبدأ نغرف بقى. الكبسة بتاعتنا نغرفها في صينية زي ما انتم شايفين كده، جميلة يا بنات، حلوة قوي 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 وطعمها حلو. وعند الولاد بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا اللي هي اللحوم مع الرز، يحبوا الحاجات اللي بالكريمة، يحبوا الحاجات اللي بالبشاميلات اكتر كتير من الخضار. ده الرز بلبن بتاعنا بعد ما خلص. وده مخلل عاملينه في البيت تحفة، خلي اللفت ده خطير. وعملت سلطة خضرا برضو للي عايز، بس هما بيحبوا اكتر سلطة الزبادي بالنعناع مع الاكلات اللي بتكون بالرز. بس وده كان الغدا بتاعنا النهارده بقى. شايفين الرز بلبن كريمي قد ايه يا بنات، طعمه تحفه تحفه تحفه. اتمنى انكم لو بتعمليه بالطريقه التانية اعمليه بطريقته وان شاء الله هيعجبك، وبألف هنا مقدما. بس كده، وده كان يومنا النهارده وروتيننا. اتمنى ان هو ينال اعجابكم. ما تنسونيش يا بنات فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد، واقول لكم في رعايه الله وحفظ